حلة على النار فيها مادة دهنية، وعليها هننزل بالفراخ بعد ما اتغسلت كويس، وورق لورا، وهننزل عليها بفلفل اسود، وعليها بصل، وهنشوح الفراخ كويس على النار لحد ما البصل يبتدي يدبل واللحمة تبتدي تاخد لون، وهننزل عليها بالمية تبقى متغطية بالمية وعليها الملح، وهنسيبها على النار لحد ما تستوي. وبعد ما استوت طلعناها من الشوربة. هنعمل الصوص علشان ندهن بيه الفراخ عشان نحطها تتشوي، ودي طريقة صحية وخفيفة علشان اللي مش حابب حاجة تكون مقلية. في طبق فيه معلقتين كبار صلصة، معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة فلفل اسود، معلقة بصل باودر، معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة زعتر مجفف، معلقة ملح، وعصير ليمون. وهنقلب كله مع بعض وندهن الفراخ بيها، وهندخلها الفرن عشان تتحمر تحت الشواية. وهنعمل طاجن ملوخية. هنا الملوخية بعد ما اتقطفت واتغسلت واتخرطت بالمخرطة، وهننزل على الملوخية بالشوربة المغلية. هنقلب الملوخية كويس في الشوربة ونوطي النار عليها، وهنعمل الطشة بتاعتها. طاسة على النار فيها معلقة سمنة أو زبدة، معلقة توم، ومعلقة كزبرة جافة، وهنقلبها كويس لحد ما تحمر. وعلى الملوخية أنا ضفت نص معلقة كربوناتو، ودي بتخليها لونها أخضر حتى لو تاني يوم بتفضل محتفظة باللون الأخضر بتاعها. اللي مش حابب دي مش أساسية. وهننزل عليها بالطشة، وهنضيف مكعبين ماجي. وهنا بعد ما خلصناها وده قوامها، اللي عايزة خفيفة شوية ممكن يضيف شوربة. وده أحلى طاجن ملوخية هتدوقوه، طريقة خطيرة حلو جدا، ومعاها صينية فراخ مشوية في الفرن بطريقة خفيفة وصحية جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك.